عاملين ايه الاخبار؟ كله كويس؟ I hope so. هفكركم بس في الاول ان احنا هنعمل لايك وشير وسبسكرايب، واسفه لو كنت بزن على الموضوع ده. it's very important. طيب يلا بينا ندخل. قصه النهارده بقى ايه؟ اكبر كذبه في الجوده. اكبر كذبه في الجوده سمعتها انه الجوده ملهاش مكان غير في البرودكشن سيستم بتاع المصنع بس. الحقيقه لا، دي مش حقيقة. الجودة ليها علاقة بالسيلز. واحد، هتقولي ازاي؟ هقولك بغض النظر عن اني طبعا انك لازم تبقى بتقدم برودكت محترم، والبرودكت ده هو اللي بيشوف الجودة بتاعته، بس ده مش قصدي. قصدي انه كل الناس اللي بتشتغل عارفة ان الشهادة اللي بيجيبها لك بتاع الجودة دي، سواء هو مودي عليها الشهادة اللي بتطلع من الجودة في المصنع، او حاجة تانية خالص الشهادة بتاعة الكومبلاينس للايزو او للناشونال فود سيفتي او للاي دي اي بتاعة الادوية. الورقة دي بتخليك تبيع، فانت مش هتبيع من غيرها. اوكي، فهو داخل في السيلز، مهمة دي جدا. وعلى فكرة انا اشتغلت مع شركات كانت بتعمل internal audit للجود manufacturing practice، فبالتالي برضو مش هتبيع، لانه الموافقة على البيعة لازم ان هما يجي يعمل لي زيارة واني انا اقنعه ان الكواليتي او الجود manufacturing practice بتاعتي كويسة. تاني حاجة اهي. طب ايه كمان؟ تالت حاجة، في حاجة اسمها cost of good quality و cost of bad quality. meaning اعرف ازاي ان انا لو بعمل حاجة مش صح في المصنع ممكن اعديها ومش بتكلفني كتير ومش محتاجة ان انا اصلحها، او الحاجة الصغننة دي بتكلفني الوفات وانا مش حاسس وعمالة تدرين كل شوية مني الفلوس. اهو لازم يبقى فيه كواليتي، ولازم الكواليتي ده يبقى واقف على الاناليسيس، واقف على البرودكشن، ولازم يبقى عارف ايه اللي طالع، ولازم يبقى عارف لو في حاجه طلعت غلط اعمل لها انفستيجيشن، واعرف الحاجه دي طالعه بكام ومنين ومن امتى وازاي اند سو اون، عشان اعرف في الاخر اروح للمانجمنت اقول لهم واحنا عندنا كوست اوف جود كواليتي ايكوال كذا، اللي هو الامبروفمنت اللي حصل، او كوست اوف باد كواليتي ايكوال كذا، وده بسبب 1 2 3. دي حاجه مش هتعرف تحسبها. وباي ذا واي ما تقوليش المصنع هيحسبها. يا جماعه في حياتنا عامه انا ما ينفعش اكريدت ماي سيلف. اوكي، ده اسمه conflict of interest. يعني انا ما ينفعش، كل واحد فينا عارف عيوبه على فكره، وفي ناس صادقه جدا في المصنع ده، انا ما بشككش في ده، ورئيس الانتاج بيبقى مهتم جدا بالمصنع، بس ما ينفعش، ما ينفعش، لازم حد من بره يفاليديت اللي انت بتعمله. دي الحياه يعني، فاهم؟ لازم برضو حد من بره، عشان كده ساعات كتيره بتبقى النصيحه من بره غير هو شايفك من ناحيه تانية. لا يعني، وفي حاجه اسمها third eye لازم تتعمل. لا يا جماعه، ما ينفعش تبقى حاطط الاوبريشن والكواليتي في باسكت واحده. ده ما يعني لا يقبله اي عقل الصراحه. يعني اصل انا اتحطيت في دي قبل كده، عشان اسفه لانك كيكه قوي، بس اتعودت عليك وانتوا اتعودتوا عليا. قبل كده اتحطيت تحت اوبريشن، فانا حسيت انه يعني اهلا. ما انت كاوبريشن مديري، فاعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ يعني انت المفروض ان انت عايز الحاجه تمشي بفورورد وبسرعه ويلا ونطلع برودكشن وانا اللي المفروض اللي بفرملك، بس انت مديري اللي بتوافق على القرار بتاعي، فانا هعمل كده ازاي؟ مش منطقي. طيب غير كده، بارت من الكواليتي ان هو يعرفك انت ايه المسؤول عنه. هتقولي يعني هقول لك ان الكواليتي ده عارف الرولز والريجوليشنز بتاعت البلد اللي انت فيها، فهو اللي المفروض يجي يقول لك يا معلم، يا استاذ، يا باشمهندس، يا دكتور، يا حضرتك، خلي بالك انت عليك 1 2 3 4، اللي هي الحته بتاعتك. المفروض يفصص لكل واحد كده الحته بتاعته، يعمل له الاويرنس. ليه بقى؟ لانك لو شغال في التليكوميونيكيشن، نفترض بقى السوك 2 والحاجات دي،
فحضرتك هيحصل لك بنالتيز، ويحصل بقى ونقعد بقى نعرف ليه بقى ونعمل انفستيجيشن ليه جالنا بنالتيز ودفعنا فلوس كتيره للحكومه and so on. لو شغال في الفود فحضرتك برضو لازم تعرف الريجوليشنز بتاعت البلد، ولازم تعرف تتناقش معاها، ولازم تعرف يعني ايه يبقى في ليست مكتوب فيها كده انفستيجيشن، وانفستيجيشن وايز هيجي لازم يعني هو بيشتغل كانه عارف الداعيه مش الداعيه يعني طبعا اسلامي يعني استغفر الله، بس قصدي الاويرنس بقى بتاع احنا لينا ايه وعلينا ايه. اوكي، للبلد اللي احنا فيه، احنا مش فلوس، مش فاينانشال، انا بتكلم ريجوليشنز، لينا ايه للبلد دي وعلينا ايه. وكمان بقى لو كواليتي شاطر قوي، يعرف لو مثلا شغال في حاجه يعني اقول لك ايه نيش قوي، نيش دي يعني معناها ايه قليل قوي الناس اللي بتشتغل فيها، ملاش ريجوليشنز كتير، بس في نفس الوقت ملطوطه في كل ريجوليشنز. ما هو انت ما فيش حد هيشغلك من غير ريجوليشن، من غير ما تبقى ريجوليتد، ده مش بيحصل دلوقتي. فهيبقى شاطر قوي اللي يعرف يتناقش بقى مع الاوديتورز، مع حد جايله فيندر اسسمنت، مع حد جايله حكومه، مع ان ايه اقدر اعمله وايه اللي المفروض اعمله، ليه مش جاي عليا. يعني افتكر في مره احنا اللي انا كنت شغاله في المصنع اللي انا فيه ده كان كلوز سيستم، كنا عايزين كلوز سيستم يعني مقفول كل المصنع، احنا ما بنشوفش برودكت خالص، ما بنمسكوش بايدينا. وكانت الناشونال فود سيفتي اول حاجه عندها يعني لازم حيطان، والحيطان تبقى مدهونه بحاجه معينه، ولازم نحط بتاعه الشبكه على راسنا، ولازم نلبس جوانتي انا مش محتاجه اي حاجه من الحاجات دي، جايين في هوا وانابيب. فانتوا متخيلين واحنا سمعنا كلامهم يعني بتتكلم في حاجه وهم في حاجه خالص تانية. وفي نفس الوقت مثلا لو هتاخد الاف دبل اس سي في نفس الموضوع ده، انت في كميه كلوزز مش عليك، هتخسر كتير جدا، وانت بتخسر على الفاضي. الشاطر اللي يعرف يقنع اللي قدامه، يبقى مذاكر كويس ومتفق كويس كمان مع الناس بتاعه التكنيكال. ما تروحش تبعت ميه في حاره السقايين. انا شاطر في الكواليتي، اللي معايا شاطر تكنيكال، يبقى التكنيكال هيتكلم على التكنيكال والكواليتي هيتكلم على الكواليتي، واحنا هنعمل تيم عشان ناخد الكلام ده. يبقى كمان هو communicator of whom should communicate to whom what في المصنع. لانه انا طبعا ما بتدخلش في ان المصنع هيروح من 1 ل2 3 4، ما عنديش مانع خالص. بس ساعات كتير انا لو عندي ورقه حكوميه انا عارفه مين بيروح لفين جاي منين. This is what I do, this is what I facilitate you. اوكي، لو عندي audit الناس اول مره تسمع عنه، شهاده جديده جايين نعملها مش عارفه ايه، هو اللي بيعمل اويرنس للناس هنرد بايه هنعمل ايه، هو اللي بيروح اول واحد يذاكرها، هو الحاجات دي، هو اللي بيروح ويتاكد لك كل شويه ان انت معلق الشهادات، عشان ممكن يجي لك تفتيش فجاه وحضرتك مثلا مش معلق الشهاده في المصنع، دي تعمل مشكله بالنسبه لك، هتبقى بالنسبه لك كبرودكشن مشكله قد كده. بس ليه؟ ما انا ما يا جماعه، ما انا هاخد عليها بنالتي، هدفع عليها فلوس يعني حاجه مهمه، حاجه وليه تطلع لي اصلا. ف يعني ارجو ان اكون هديت شويه كده اصنام عن الكواليتي وتقولوا لي رايكم، قولوا لي رايكم في اللي انا بقوله ده ايه. ممكن بالنسبه لكم يبقى هري، وممكن يبقى بالنسبه لكم لا ده حقيقه وانا جربتها قبل كده. فمستنيه رايكم في الكومنتس، وتاني شير وسبسكرايب وبليز جوين في الكومنتس يور اوبينيون، ولايك اكيد. شكرا ليكم وشكرا ان انتوا بتسمعوني. باي.